خطوتين لورا الموسم الثاني هنسمع قصص حقيقية عن رحلة الوصول للحلم لناس حلموا وعفروا ووصلوا لأبعد من الحيطان. ضيوف حلقة النهاردة 3 بطلات رياضيات: بطلة السباحة فريدة عثمان، بطلة السكواش نور الشربيني، وبطلة تنس الطاولة دينا مشرف. ازيكم؟ النهارده حلقة مختلفة تماما. أول حلقة يبقى فيها 3 بنات، مش أي بنات، بطلات مصر وفي أفريقيا وفي العالم، ومتشرف جدا إن أنا معاهم النهارده. فريدة عثمان، دينا مشرف، ونور الشربيني. ازيكم؟ الحمد لله. ايه الأخبار؟ تعرفوا بعض الأول أو أول مرة النهارده بتشوفوا بعض؟ لا نعرف بعض. تعرفوا بعض. طب خليني أعرف كل واحدة فيكم الأول عشان الناس برضه اللي بتتفرج علينا وبتسمع أساميكم بس يمكن هو مش عارفين حجم الإنجاز اللي أنتوا عاملينه، فخليني أقول كل حد من ال3 بنات دول واصل لفين أو بيعمل إيه النهارده. فريدة عثمان اللاعبة العربية والأفريقية الوحيدة اللي فازت بميداليتين في بطولة العالم للسباحة، أفضل رياضية في أفريقيا في عام 2017، وحطمت الأرقام القياسية العربية والأفريقية في 50 متر و100 متر فراشة و50 متر حرة. نور الشربيني حصل على 6 بطولات عالم في السكواش، 32 بطولة سكواش دولية للمحترفين، والمصنفة رقم 1 على العالم 4 سنوات على التوالي. دينا مشرف المصنفة 26 عالميا، وده أعلى تصنيف تم الوصول ليه لأي لاعبة أفريقية وعربية في كبار السن. المصنفة رقم 1 على أفريقيا، والمصرية الوحيدة الحاصلة على ميدالية ذهبية في ألعاب البحر المتوسط في تنس الطاولة في 2018. حاجة تشرف بصراحة، يعني حاجة والله بجد أنا متشرف مبسوط جدا إن أنا قاعد معاكم النهاردة. بس خليني قبل كده ما نخش في الرحلة وفي الحكاية من الأول وكل حاجة، لو هتقدموا نفسكم في 3 كلمات بعيد عن الرياضة وبعيد عن الإنجازات والبطولات، هتقولي إيه عن نفسك؟ ممكن اقول ان انا شخصيه بضحك كتير. حلو. ممكن اقول ان انا طيبه. ممكن اقول ايه؟ ده كفايه، دول حاجتين حلوين جدا، انك تبقي حبيبي. طيبه ودمك خفيف ولذيذه وبتضحكي، دي حاجه حلوه جدا. مش عارف مره واحده ما عنديش اي كلام. سؤال صعب. صعب قوي تتكلم عن نفسك عموما. انا ما بعرفش قوي. بس شايفه كلام عن نفسك نفسك. ازاي لو هننسى خالص نور الشربيني بطله السكواش؟ هو انا دايما ببقى شخصيه مختلفه عن الملعب، يعني فعلا. فاللي بيشوفني في الملعب يعني يحس ان انا مختلفه تماما عن بره الملعب. يعني عامله ازاي بره الملعب وجوه الملعب؟ يعني بحس ان انا اهدى كتير من ان انا ببقى في الملعب. اوكي. بضحك برضو بس مش بيبان عليا قوي، ببقى اهدى شويه بره الملعب أوكي. او وفي الملعب ببقى هاديه برضو. ايوه. ممكن بتكسف شويه اكتر من ان انا ببقى دي حاجه اتغيرت مع الوقت ولا حاسه ان اتغيرت بتتكسفي اقل او بقيتي لا هو انا مش ببقى كده، هو بيبان كده يعني. بس دي أنا الحاجات كده. اللي الناس اللي بتكتشفها اللي بيتعامل معايا بره الملعب بيحس كده يعني. بس اوكي. دينا. انا برضو اعتبر شخصيه هاديه، بس انا بالنسبه لي مثلا اي فاليو جدا العيله، يعني بحب عيلتي جدا وببقى على طبيعتي معاهم اكتر من بقيه الناس. بحب الفن، بحب الضحك. حلو. عايز اسالكم عن اكتر انجاز غير رياضي او انجاز شخصي في حياه كل حد فيكم. هبتدي بدينا. انا ممكن في الدراسه انا اتخرجت من الجامعه بجي بي اي عالي، كان 3.9 I think. واو. من AUC Business Administration. بس ما شاء الله. فريد. انا بحاول افكر، يعني بصراحه برضو جامعه بيركلي مش جامعه سهله طبعا. خالص، وبالذات يعني التوازن بين الدراسه والسباحه. اتخرجت ماركتنج وادفرتايزنج، فيعني ان انا عرفت اعمل ميجر كويسه وفي نفس الوقت احسن ارقامي في السباحه فاكون a well rounded person. دي حاجه انا فخوره بيها. طب حلو. نور. انا اعتقد برضو ان يعني الحاجتين الرياضه والدراسه في نفس الوقت دي من اكتر الحاجات برضو. يعني انا اتخرجت في ميديا مانجمنت، فاعتقد ان انا ده من انجاز ان انا ابقى فخوره ان انا. بس هل الرياضه عطلتكم ولا اتخرجتوا في وقت مظبوط؟ انا اتخرجت في وقت مظبوط الحمد لله. انا بس اخدت سمستر اوف قبل اولمبياد ريو دي جانيرو، كنت عايزه اتمرن اكتر في الوقت ده. فخلصت الترم متاخر بس. يعني كان عندي في الجامعه الاوبشن ده ان هم كانوا بيدوا الاوبشن ده فاستغلتها يعني. صح. لو هنتكلم على حياتكم مش حياه طبيعيه من يوم ما ابتديتوا، من وانتوا بنات وانتوا شباب وكل حاجه، حياه مختلفه ما فيهاش حاجات كتير قوي في الحياه العاديه. حاسه ان انتوا افتقدتوا حاجات وانتوا بتكبروا طول حياتكم النهارده وانتوا عندكم 28 و29 سنه، حاسين ياه ده انا في حاجات كتير قوي فاتتني؟
ولا لا؟ هو بصراحة من وأنا صغيرة مثلا في المدرسة والجامعة الحاجات دي كلها ممكن أكون حسيت إن أنا فاتني خروجات، فاتني سفر. دايما بطولاتي كلها الكبيرة بتكون في الصيف طبعا. فالناس كلها تكون مسافرة مع أصحابها ويعني الحياة سهلة جدا. بس اكتشفت بجد إن أنا دلوقتي بقيت عايشة في مصر، يعني بقالي كتير قوي عايشة في أمريكا. اكتشفت إن أنا بجد يعني ما فاتنيش حاجة. كل حاجة عايزة أعملها هتيجي بعد السباحة، بعد الرياضة عامة. فحسيت ان لا، ان انا التضحيه اللي انا عملتها دي بصراحه يعني جد بفايده. الحمد لله. الحمد لله. دينا بتحسي بكده فعلا ولا لا؟ هي زي ما فريدة قالت فعلا، يعني هو واحنا صغيرين يمكن الموضوع كان اصعب لان احنا كنا اطفال. فكنت بحس ان انا فعلا I'm missing حاجات صحابي بيعملوها، زي مثلا خروجات، في ساعات كان رحلات في المدرسه ما كنتش بقدر اطلعها عشان اتمرن. بس لما الواحد ساعتها كنت بتحسي بايه؟ يعني دلوقتي طبعا كبرتي وفهمتي وزي ما يعني اكيد هيبقى رايك زي فريده، بس زمان وانت صغيره الحاجات دي كانت بتاثر فيكي؟ افتكر في كذا موقف ممكن فعلا كنت بتضايق ان انا I'm missing حاجه بسبب ان انا عندي تمرين، حتى مش بس بطوله. لو بطوله هبقى مثلا excited ليها صح. وممكن فعلا اضحي عشانها، لكن عشان تمرين وانا صغيره ما كنتش قادره افهم الكونسبت قوي. صح. بس بعد بقى فتره حتى وانا صغيره لما الحمد لله كسبت بطولات، لا ساعتها الواحد بيحس بقى خلاص ده الرايت باث، مستاهل فعلا تستاهل بالظبط. نور، انا عارف انك مخطوبه ولسه مخطوبه ولحد من بره السكواش تماما وحد من حته ثانيه خالص. اتعرفتوا على بعض ازاي وانت عندك وقت اصلا تشوفي حد ولا تعملي حاجه؟ ازاي اتعرفتي عليه؟ هي كانت صدفه رهيبه يعني. اوكي. هي برضه ليها علاقه بالسكواش، عشان يعني ما لهاش علاقه بالسكواش، بس كنت رايحه بسبب سكواش. كان في مؤتمر الشباب في اسكندريه، وانا كنت رايحه بتكرم وهو كان رايح مع اخته بالصدفه انا تهت من الناس المتكرمين وهو تاه من اخته، وقعدنا جنب بعض ومعناش قعدنا جنب بعض قعدنا جنب بعض وقعدنا 6-7 ساعات في المؤتمر مش عارفين نخرج ومعناش موبايل معناش اي حاجه. اكتشفنا بقى بعض في ال6 ساعات دول، وطلعنا بقى لينا في حاجات كومنتس كتيره وكومن فريندز وابتدى يفهم في السكواش وبيتفرج عليكي ابتدى يفهم. هو كان بيلعب هاندبول فكان ليه في الرياضه وبيحب الرياضه جدا جدا جدا. جمعنا في الرياضه بالظبط. بيديك الدعم اللي انت عايزاه، فاهم طبيعه شغلك، فاهم طبيعه الكوميتمنت الجامده جدا جدا جدا، قادر يستوعبها ومديكي هذا السبورت ولا لا؟ جدا بصراحه. هو عشان كان بيلعب رياضه فهو اعتقد فاهم. حد تاني ما كانش هيبقى متقبل ده قوي، لان احنا بنسافر كتير جدا. عندي زي ما بنقول اكسكيوزز على طول، عندي تمرين، عندي سفر، عندي مش كل الحاجات ببقى موجوده فيها. لو شخص مش بيلعب رياضه او فاهم احنا بنعمل ايه مش هيبقى متقبل ده. بس الحمد لله هو فاهم جدا ومتقبل ويديني كل السبورت اللي انا عايزاه. يعني دي حاجه مهمه جدا. احنا النهارده موجودين عشان نفهم الناس بوجود 3 بطلات عاشوا حياتهم كلها في الرياضه. فعايز اتكلم على المشوار ده كله بيبقى مليان حيطان. كلمه حيطه بتمثل لكم ايه؟ كلمة حيطة ممكن يكون إن في تضحية كتير قوي من واحنا صغيرين لحد دلوقتي، أو احنا بنلعب رياضة، بس لازم يعني المايند سيت يكون فاهمين إن لازم يكون في تضحية وصبر وعزيمة. يعني قصدي الديسيبلين ده مهم قوي في الرياضة. مش كلام، بتتكلمي على فعل مش كلام وبس. ومش بيحصل في يوم وليلة، فلازم يكون عندك صبر إن أنت تفهم إن أنت أول ما تبتدي عندك خطة، مشوار، حلم، لازم تكمل لحد الآخر. المشوار مش هيبقى سهل خالص، يعني في ups and downs على طول طبعا. بس في الاخر انا يعني الحمد لله شايفه انها it's all worth it. و يعني حاسه ان انا هو ده بجد الرايت باث بتاعي. لو هتمثلي الحيطه في حاجه، في رمز، في بني ادم، في شعور معين، الحيطه او العقبه الاكبر في حياتك هتبقى ايه؟ ممكن بالنسبه لي انا شفتها كالحاجات اللي هي ما عنديش كنترول عليها. صح. الحاجات اللي انا هي بره ايدي ما اقدرش اتحكم فيها، بس هي ممكن تكون بتعطلني سنه. فبحس ان احسن حاجه الواحد يعني يعمل اللي عليه في اللي هو يقدر يكنترول. دي اجابه حلوه قوي، عمر ما حد قالها لي لسه. فكره ان في حاجات بره ايديكي وانت مش متحكمه فيها. بالظبط. فاكتشفت ان عشان الواحد يبقى دايما ايجابي وبوزيتيف ان هو لازم يفكر في الحاجات اللي هو يقدر يكنترول ويعمل اللي عليه فيها وخلاص، ما يفكرش في الحاجات دي عشان ممكن تخليه يبقى نيجاتيف شويه. صح. بنور، ايه رايك في موضوع الحيطان واكبر حيطه في حياتك؟ هو بلس ان هم الكلام اللي هم قالوه، بس انا بحس كمان ان انت اكسبت الوقت اللي انت فيه داون او الوقت الوحش. في حاجات كتير قوي behind the scenes بتحصل.
انت لو ما تقبلتش الفتره ديت انت عمرك ما هتعرف توصل للفتره اللي انت بتكسب فيها وبتبقى كويس فيها. فازاي بتعرف تتقبل الوقت ده؟ تتقبليها ازاي؟ تقصدي ايه؟ اتقبلها ان لازم ابقى عارفه ان انا مش هكسب على طول، انا مش هفضل على طول فوق ومش هفضل على طول كويسه. انا لازم هيجيلي اوقات صعبه قوي، ولازم هيجيلي اوقات هخسر ماتشات انا مش متوقعه ان انا اخسرها. صح. من ناس انا مش متوقعه ان انا ممكن اخسر منهم. فان انا اعدي بالفيس ديت واتقبل اللحظه ديت هو ده اللي هيوصلني ان انا اعرف ابقى كويسه يعني. وانا دايما بحس انه انا مش عارفه اعمل ده لوحدي. دايما السيركل اللي حواليكي الكلوز سيركل بجد هم بيبقوا السبب الاساسي اللي هم بيطلعوك من الفيس ديت، بيوصلوك للمرحله اللي انت او المكان طبعا. اللي انت عايز تبقى فيه يعني. النهارده قبل ما انزل من البيت انا عندي بنت عندها 10 سنين اسمها عاليه، فلما عرفت ان انا بعمل انترفيو معاك فقالت لي اسالهم هم بداوا ازاي، ايه الحاجه اللي بانت قدامهم هم صغيرين قوي وحسوا ان هي دي اللعبه او دي الحاجه اللي عايزين يعملوها. فتعالوا نرجع خطوتين لورا ونحكي من الاول خالص عن البدايات. ويوجوالي البدايات ما بتبقاش مرتبطه بالخساره، بس عندك انت كنت بتلعبي باليه مائي وخسرتي فيه جامد قوي، وكانت دي نقطه التحول اللي خلتك تبتدي تلعبي سباحه. احكي لنا ده حصل ازاي؟ هو بصراحة يعني واحنا صغيرين دايما بنلعب رياضات كتير قوي، فانا لعبت باليه مائي، تنس، سباحة. بس طبعا الباليه مائي يعني اتبسطت قوي فيه، بنرقص بقى ومزيكا وميك اب وكده. ايه اللذاذة دي؟ ايه اللذاذة دي بجد. انا فاكرة كويس قوي كان ساعات المدربين بتوع السباحة بيندهوا البنات بتوع الباليه علشان نكمل تتابع، اللي هو بنبدل مع بعض. كوتش كوزمان. ايوه صح. فكان مرة اللي هو كانوا عايزيننا محتاجين عشان عدد، فنزلت وبجد حبيت قوي السباحة. حسيت ان انا very competitive وان انا بحب المية وفي هدف يعني من اول ما نبتدي نوصل الحيطة في رقم. الباليه مائي مش قوي صح. فبصراحة حبيتها قوي يعني. حبيت السباحة وحسيت نفسي فري قوي في المية. احكي لي عن دور اهلك في الاول. انا عارف كمان ان باباكي في الاول وانتوا بتلعبوا سباحة انت واخوكي، وكان متخيل الولاد هتلعب سباحة زي ما اي عيلة بتلعب ولادها رياضة ما وخلاص. محدش كان متخيل ان البنت هتسلك في الرياضة بهذا الشكل. فعايز اعرف دور مامتك وباباكي، وانا عارف ان هم دور كبير جدا، واخوكي كمان له دور كبير جدا. فعايزك تحكي لي عليه. صح. كعيلة عامة نعرف كل حاجة عن بعض، ساعات بنكون بزيادة شوية. بس بجد في الداون تايم بتاعك هم اللي بيطلعوك ويخلوك تفكر في البوزيتيف ويشجعوك. يعني التشجيع عامة والدعم ده مهم جدا. جامد معايا. لا وان يبقى اخوكي كمان انا عارف ان هو كان بيلعب سباحة وبعد كده ما كملش قوي في السباحة، بس كان مديكي هذا السبورت. وكان عارف انتوا كمان رحتوا امريكا. فعايزك تحكي لي على انك رايحه بلد غريبه بعد ما الدنيا مشيت قدام شويه وجات لك فرصه انك تطلعي جامعه في امريكا. احكي لي كده الحكايه، ان امريكا حصلت ازاي ووجود اخوكي سهل لك القصه دي ازاي؟ انا جالي سكولرشيب في جامعه في امريكا، جامعه كاليفورنيا بيركلي. وانا كنت اخترت الجامعه دي عشان اعمل التوازن ما بين الدراسه والرياضه. الاثنين مهمين قوي بالنسبه لي، فحسيت انا لازم اختار جامعه قويه في الاثنين. انا عارف ان هارفارد جات لك كمان وانت ما قابلتيهاش. طب ذاكر كل وقت. ليه ما رحتيش هارفارد وليه اخترتي بيركلي؟ انا اخترت بيركلي عشان السباحه كانت جامده قوي في بيركلي. يعني هارفارد طبعا اكاديميكس يعني طبعا. اي حد عايز يخشها، بس انا بصراحه حسيت ان انا كنت عايزه اعمل توازن بين السباحه والدراسه. وبيركلي برضو جامعه قويه قوي في الدراسه كمان. فحسيت انها اتس ا جود كومبينيشن ما بين الاثنين. وطبعا بقى اول سنه في امريكا دي تبقى صعبه قوي كفريشمان، كل حاجه جديده، مدربه جديده، مكان جديد، اكل جديد، تعمل كل حاجه لوحدك. بس كان اخوكي هناك ساعتها؟ ما كانش في كاليفورنيا، كان في نيويورك. اوكي. فانت لوحدك خالص فعلا؟ لوحدي خالص. كنت دايما بكلم اخويا بالليل قبل ما انام اقول له يعني بجد بعيط له انا تعبانه ومش عارفه لو هعرف اكمل. بس هو بجد يعني كان شايف ان انا لازم اكمل وكان بيشجعني. وكان بجد هو اللي ساعدني ان انا اعرف اكمل سنيني اللي في امريكا كلها بصراحه. نور، ابتديتي السكواش ازاي من سن صغير؟ احكي لنا برضو كده عن البدايه كانت عامله ازاي. انا بقى ما كانش عندي اختيار قوي. انا يعني اول لعبه لعبتها سكواش، ما لعبتش اي لعبه ثانيه، ودي كانت حاجه غريبه يعني. ودايما كله بيلف على انا ما لعبتش اي حاجه، ما جربتش اي حاجه. بس انا اخويا برضو كان بيلعب سكواش، هو لف بقى لعب كتير وبعدين استقر على السكواش. نوعا ما. فغالبا كان جات دور عليا ان انا العب رياضه، كانت هي السكواش. فبدات مسكت المضرب ودخلت، ومن ساعتها وانا هي سكواش. هي السكواش. هي السكواش. عشان كده بقول ما كانش ليا اختيار قوي. انا لقيت نفسي في الملعب وبدات تمرين وبدات بلعب بطولات وكده، وخلاص بقى النتائج بقت بتيجي بسرعه. فخلاص بقى هو ده يعني. هو ده خلاص كده فيه. انا عارف برضو على دور العيله، وعارف ان اخوكي برضو، بس باباكي حاجه تانية.
أكيد. انا عارف العلاقه القويه جدا من واحنا بنتفرج عليكي على ماتشات زمان، العلاقه ما بين نور وباباها. اكيد. كلميني على الداينامكس بتاعت العلاقه دي، واتغيرت ازاي مع ان النهارده كبرتي وبقالك كتير في الرياضه دي وفي المشوار ده، ابتدت ازاي والنهارده شكلها عامل ازاي؟ هي فعلا هي دايما من وانا صغيره هي دايما علاقه يعني سبيشال شويه ما بيننا. انا حاسه ان انا لسه ما كبرتش، احنا نفس من وانا صغيره لحد اللحظه ديت احنا بنتعامل بنفس المعامله والله. بنفس فاهمين بعض ازاي. هو دايما بيمانج حاجات كتيره جدا. هو زي ما بقول السيركل هي اهم حاجه. فانا حاسه ان يعني مامتي وبابايا واخويا هم حياتهم كلها متوقفه عليا، فده بيبقى حاجه صعبه طبعا. جدا ان كل واحد بيشوف حياته. يعني اخويا برضو قعد سنتين ساب حياته كلها وبيسافر معايا، بس ما بيعملش اي حاجه غير انه بيجي معايا بطولات، بيسافر معايا في اي حته، بيعمل كل حاجه. علاقتي ببابايا هو غالبا من داي 1 هو شاف او حس ان انا ممكن ابقى كويسه في السكواش. دايما بيحط يعني بيبقى عنده كده، يعني بيبقى عندنا اي كونتاكت، ما اعرفش بفهم او بيريحني، بيبقى عندي بيديني كونفيدنت فجاه. ممكن ابقى في وسط الماتش حاسه ان انا تايهه او يعني محتاجه بالظبط. يعني هو ممكن ما بيعملش اي حاجه بس هو دايما وجوده بيحسسني ان انا مطمنه او بيديني ثقه. وبقى هو ممكن بيبقى اغلب الوقت بيبقى معايا في التمارين، بيبقى معايا في اي سفر، بيبقى معايا برضه سايب شغله وحياته كلها بيجي معايا. فلحد دلوقتي بيسافر معايا. ممكن ابقى بحب ان هو يجي ويعمل لي كوتشنج ما بين ماتشات عن ان انا يبقى معايا اي حد تاني يعني. لحد دلوقتي يا نور؟ لحد دلوقتي اكيد قل الموضوع شويه عن زمان. بس لا خالص، انا باخد نفس الثقه ونفس ابقى مطمنه والراحه بالظبط وهو موجود يعني. ربنا يخليه لك. ربنا يخليك. نسيتيني كنت هقول ايه بعد كده. لا هو بجد دورهم بيبقى بجد مهم طبعًا. جدا يعني، لان دول اكتر الناس بتبقى مستريح معاهم وبتحس ان انت يعني نفسك يعني، وفي اي حاجه عايز تقولها بتقولها. يعني انا اعتقد ان عمري ما رحت لاي منتل كوتش في حياتي. هو دايما لو في اي حاجه بتكلم معاه هو يعني. دي حاجه حلوه جدا. دينا، العيله كلها بتلعب بينج بونج، باباكي مامتك عمتك عيله بينج بونج 100%. ليه بداتي تلعبي تنس في الاول؟ ده سؤال اوكي. عشان السبب اللي انت قلته في الاول ان هم عشان كانوا كلهم بينج بونج. فماما كانت حابه ان احنا نجرب حاجه مختلفه، لان حست ان احنا نبقى كلنا ستك في اللعبه. ما كانتش عارفه انك هتتفوقي كده. فهي فكرت ان احنا نجرب حاجه جديده. ففعلا لعبت تنس لمده سنه تقريبا. بس انا بالصدفه برضو كنت ساعات كده بعدي على صاله البينج بونج مع بابايا، لان هو كان ساعتها ماسك جهاز الاهلي في بينج بونج. فكنت بجرب وفي نفس الوقت كنت لسه بلعب تنس. في يوم بقى هو ده اليوم نقطه التحول يعني. هم سالوني انت عايزه تروحي تمرين التنس ولا تمرين البينج بونج؟ لازم تختاري عشان ما ينفعش اكون بلعب الاثنين مع بعض. دي حاجه ودي حاجه. كان عندي ساعتها اي ثينك 7 سنين مثلا. طفله يعني صغيره. فانا كنت حابه شويه اكتر يمكن الاتموسفير في صاله البينج بونج. فاخترت ساعتها بينج بونج. ومن ساعتها وانا خلاص هو بقى في اللعب لحد دلوقتي. برضه هتكلم على دور الاهل، وانا عارف برضه علاقتك بوالدتك. احكي لي عن الداينامكس ما بين علاقتك انت ومامتك من زمان لحد دلوقتي. هي ماما يعني معايا في كل حاجه، انا واخويا من واحنا صغيرين خالص. التمارين هي بتشتغل برضو، فهي كانت بتطلع من الشغل تجيبنا مثلا لو احنا عندنا مدرسه، تجيبنا من المدرسه على التمرين وتبقى معانا بتحضر التمرين. وبعد كده تروحنا. طبعا بتعمل الاكل في النص يعني. هي بتعمل كل حاجه طبعا. ولحد دلوقتي برضو هي معانا يعني. هي كانت لسه معايا في بطوله في جنوب افريقيا لسه من شهر او حاجه. فهي معايا اول ثرو يعني. وطبعا مش هي لوحدها يعني، برضو بابايا سبورتنج جدا. واخويا الصغير هو اصغر مني ب5 سنين وبرضو كان بيلعب تنس طاوله. بس هو عشان الجامعه دلوقتي صعبه شويه فوقف شويه. طيب عايز اتكلم، بدينا المشوار وحكيتوا لنا بديتوا ازاي. لحظات الفرقه اللي هو احنا بنتكلم من واحده بتلعب رياضه بشكل كويس لبطله بره مصر بتمثل مصر عالميا. فعايز اتكلم عن لحظات الفرقه. ايه نقطه الانطلاقه في مشوار دينا اللي نقلها من لاعبه مصريه للنقله العالميه؟ هو اكيد يعني هي بتبقى كذا نقطه. مش نقطه واحده بس. ممكن اقول اول واحده بالنسبه لي كانت وانا عندي 14 سنه. اول بطوله تقريبا دوليه اشارك فيها كانت في اسكندريه، كانت معموله في اسكندريه. وساعتها هي كانت بطولتين ورا بعض، بطوله دوليه
وراها على طول بطوله افريقيا تحت 15 سنه. ففي البطوله الدوليه انا كسبت لعيبه من المجر كانت تصنيفها عالي وانا ما كنتش عارفه انها جامده او حاجه، وطلع ان انا عملت حاجه كبيره ساعتها، ولقيت بقى انترفيوز كنت لسه صغيره خالص مش عارفه. ده كان اول حاجه. بعد كده في نفس البطوله دي اللي هي بقى افريقيا اللي بعدها اخدت ساعتها البطوله تحت 15 سنه، وكان في الوقت ده الاتحاد الدولي بيقدم سكولرشيب للي بياخد البطوله تحت 15 سنه ان هو بقى يسافر معسكرات بره ويلعب برضو كذا بطوله من السيريز اللي كانت معموله للجونيورز وكده. فانا اتخذت الحمد لله في السكولرشيب دي وسافرت بقى، بدات اروح معسكرات واشوف الدنيا بره عامله ازاي والعب بطولات دوليه. فدي كانت تيرنينج بوينت او ستيب كده اخذتني لحته تانية. فدي لحظه دي فرق واحده في من هتكلم على نور، بطولات عالم 4 سنين ورا بعض، اصغر واحده في الناس اللي بتلعب، الخضه بتاعت ده بيحصل مره ورا الثانيه. هتكلم على اول مره حسيتي بايه، كنتي متوقعاها، ايه اللي فكرتي فيه بعد ما كسبتي البطوله دي؟ هي اول بطوله عالم اللي هي في كبار دي كانت بالنسبه لي ما كانش في حد مصري كسب البطوله قبل كده خالص. فده في حد ذاته كان حاجه بالنسبه لي كبيره. كان عندك كام سنه؟ انا عندي 20 سنه. ما كانش في حد مصري وكنت لسه صغيره بلعب في الفاينل مع بنت اللي كسبت البطوله السنه اللي قبليه، كانت اكبر مني ب10 سنين او حاجه كده. غالبا البطوله دي كانت سبب ان انا بقيت رقم 1. فكان حاجات كتيره قوي طبعا هتحصل بعد الماتش ده بتاع الفاينل، فكان كل ده بقى في دماغي طبعا قبل ما اخش الماتش. وكنت اكسايتد ان انا اصلا بلعب في فاينل. بس كان متوقع قبل ما تروحي؟ ده كان حاجه انتوا حاطينها في الحسبان انها هتحصل ولا كانت مفاجاه؟ مش عارفه اقول مفاجاه ولا مش مفاجاه، بس هي اكيد مفاجاه لان ماتشات ستيل صعبه، البطولات او ماتشات كلها 50-50 يعني كل ماتشات في الملعب. يعني ايه اول حاجه قلتيها لنفسك بعد ما بقيتي احسن واحده في العالم؟ انا ما كنتش مصدقه ساعتها لان الماتش كان ظروفه صعبه قوي، كنت اوريدي خسرانه فيه اوريدي 2 فكان ماتش اولموست خلاص بيخلص. فان انا اعمل كومباك وارجع واكسب الماتش ده مع حد اكسبيرينس زي اللي انا كنت بلعب معاها، فكان حاجات كتيره قوي بتحصل في الماتش. فانا كان بالنسبه لي الماتش بيخلص وخلاص انا بره يعني. فان انا فجاه الاقي نفسي انا اللي بكسب، ومامتي وبابايا كانوا قاعدين بره وكل اللي كانوا معايا في الفريق بره ومدرب المنتخب. فالسويتش ده كان بالنسبه لي كان كتير عليا قوي في ساعتها. وما كنتش اعتقد ما كنتش مستوعبه الحجم ده غير بعد ما خلصت بساعتين مثلا ايه اللي بيحصل يعني. انا كسبت بجد بس البطوله خلصت يعني ده خلاص اخر ماتش وكده. فاعتقد كان كتير قوي ان انا استوعبه انا بالنسبه لي. بس يعني اكيد بعديها شعور كان يعني لما رحتي بقى السنه الجايه كنت رايحه بالتوقع ده ان انا رايحه اكسب البطوله؟ دي الفكره بقى. السويتش ده برضو صعب جدا. احس انك في الاول انت ما تفكرش، انت رايح مش فارقه كسبت خسرت مش فارقه خالص. بس احساس البريشر بقى ان انت كسبت ومفروض تكسب، ده صعب قوي. ده صعب جدا. واللي حواليك بقى كل الناس ده احساس من اصعب الاحساس بالنسبه لي. فانت لو خسرت الناس بالنسبه لهم ازاي خسرت يعني، فكله متوقع انك لازم تكسب. فكان بريشر بصراحه صعب جدا جدا جدا. فانا بحاول ان انا دايما ما احطش على نفسي البريشر ده وما افكرش فيه. بس يعني الحمد لله بيعدي يعني. مش عارفه ازاي بس بيعدي. فريده، بطوله العالم للناشئين في بيرو، انا عارف ان دي كانت لحظه فارقه في حياتك، وكنتي بتتكلمي من شويه على ان الصيف بيضيع وبتتمرني طول الصيف. عايز اتكلم عن شعورك يوم ما كسبتي البطوله دي، كنتي حاسه بايه؟ هو طبعا احنا كنا رايحين متوقعين ان انا ان شاء الله عايزه اجيب ميداليه. احنا كنا نقول برونز، هبقى مبسوطه قوي لو جبت برونز. وزي ما انت بتقول البطوله دي كانت في شهر 8 اللي هو اخر الصيف، يعني الصيف كله خلاص كده. بس انا كنت بقى بجد اللي كنت بتمرن لوحدي والناس كلها مصيفه واصحابي مش موجودين، وبتمرن صبح وبعد الظهر، وكنت بجد خلاص مش طايقه السباحه خالص. وكنت زهقانه وقعدت اتكلم مع اهلي اقول لهم انا بجد خلاص مش عايزه اكمل في السباحه. وبين اهلي يقولوا لي انت خلاص اديتي كوميتمنت ان انت هتروحي البطوله، ما ينفعش تقولي قبليها باسبوعين انا مش عايزه اروح. فقالوا لي انت بعد البطوله دي هنقرر هتكملي ولا هنبطل. وبعدين بقى طبعا 50 دولفين ده هو سبقي، واخدت ميداليه ذهبيه. فده كنت اول واحده من مصر حد يجيب ميداليه ذهب في بطوله عالم ناشئين. فطبعا بقى احساس التعب والزهق وكل ده راح في ثانيه. حسيت ان انا بموت في السباحه.
فهونت بقى طبعا كل حاجه، فبقى فجاه في اتنشن، وفجاه في سباحه مصريه معروفه في العالم اسمها فريده عثمان، حققت حاجه ما حدش حققها قبل كده. اتعاملتوا بقى مع الموقف ازاي؟ مامتك، انتي قبل الجامعه هسافر امريكا؟ طبعا كنت مبسوطه جدا، يعني حسيت ان انا مجهودي وتعبي الحمد لله جاب نتيجه كويسه، ودخلت جامعه جالي سكولرشيبس برضو زي ما قلت في جامعات كتيره، فحسيت ان اللحظه دي يعني زي ما تقول حطتني في طريق الصح. يعني كانت بجد بدايه الانترناشونالي ان الناس اللي في امريكا وفي بلاد العالم كلها يعرفوا انه في سباحه مصريه. فرحانه ان انت اول سباحه مصريه تحقق الارقام دي كلها وتبقى احسن سباحه جت في تاريخ مصر؟ اكيد طبعا مبسوطه، بس طبعا ده بيجي باكسبكتيشن، زي اكسبكتيشن وبريشر، وان انا خلاص لو كسبت مره معناه ان انا اكسب على طول، وده مش حقيقي طبعا. الرياضه عامه مكسب وخساره عايز اتكلم عن الشهره، والشهره بيجي معاها احطام كتير جدا ليها علاقه بحياتكم الشخصيه وبتدخلات الناس فيكم وبالتنمر الالكتروني، الناس اللي قاعده بتبهدلكم. ايه نوع الرسائل او الكلام اللي بيتقال اللي بيضايقك اونلاين وفعلا بيعمل حاجه كده عند فريده؟ انا بصراحه عشان انا السباحه يعني بنلبس مايو، يعني مش عارفه اقول ايه اكتر من كده، يعني زي ما حد بيلعب كوره لازم الكوره يعني. فطبعا بقى في كومنتس اللذيذه دي طبعا. بس بتضايقك الكومنتس دي؟ في الاول اكيد طبعا، انتوا سبتوا انجازاتي وسبتوا كل حاجه وركزين على لابسه ايه وكمان برضه بنيه ونضاره، المنظر مش ألذ حاجه يعني، اكيد مش زي دلوقتي بقى هير وميك اب وكل الحاجات دي، فكومنتس مش لذيذه شويه. بس بصراحه انا يعني اخر سنتين 3 ما بقتش تفرق معايا خالص، اللي هو انا يعني الكومنتس دي الناس ما تعرفنيش اصلا، بيقولوا يعني اي كلام عشان ينزلوا خلاص، انا هركز في البوزيتيف. برافو عليكي. هل وانت مثلا وقت البطولات بتشوفي الحاجات دي بتاثر عليكي بشكل ما ولا لا انا البطولات كلها بصراحه بقى في السوشيال ميديا، ما بفتحهاش غير بعد علشان الكومنتات اللذيذه دي فممكن اقراها بعدين. نور، ايه اكتر كومنت سخيف او ايه نوع الحاجه اللي ضايقتك ومأثره معاكي؟ انا للاسف برضو يعني هي ما اوكي متفهم بس انا برضو بيجي لي كومنتس على اللبس يعني دايما، وانك ممكن تعملي حاجه افيد وان مش لازم تعملي اللي انت بالظبط يعني سكيرت عادي يعني. فده اكتر كومنتس دايما بتيجي يعني. بتضايقك برضو؟ في الاول الحقيقه كانت بتضايقني طبعا لان يعني لازم احنا عندنا اصلا رول لازم نبقى نلبس السكيرت يعني فكان في الاول طبعا بتضايقني طبعا لان غصب عني لازم بقرا في الاول وبتابع كل حاجه، بس في الاخر بعد كده بقى خلاص بقى يعني ما بقتش بقرا عشان يعني حتى الكومنتس الحلوه او الوحشه مش بشوفها قوي عشان خلاص بقى. دينا، هل حاسه ان انتوا عشان بنات بتتعرضوا لهذا النوع من التنمر ولا برضو لو كنتوا رجاله؟ يعني ما شايف الموضوع ده ازاي؟ للاسف بحس السوشيال ميديا فيها كتير ناس بتخش بحس ان هي عايزه تعمل نيجاتيف كومنتس وخلاص، لان في حاجات بتبقى بحسها مش لايقه يعني اساسا، حاسه الموقف يعني هو داخل يسخف وخلاص بالظبط. فدي ده جزء. انا بالنسبه لي بقى في جزء تاني كان ممكن من فتره شويه او يمكن دلوقتي مش بتابع عشان انا بابايا كان ماسك الاهلي وبعد كده كان رئيس الاتحاد، وكومنتات طبعا لازم تسافر عشان هي بنت، ليه لازم افرض انا تعبت في التمرين، ليه لازم اي حد ابن يعني او بنت حد مسؤول لازم الناس بتفتكر كده، افرض الحد ده فعلا كويس فانا الحته دي كانت بتضايقني، وناس كتير لحد النهارده فاكرين كده مع ان هو دلوقتي فعلا خلاص ملوش اي علاقه بالموضوع. كويس انتوا وصلتوا يعني فهمتوا الحته دي خلاص ان هي يعني it's not about you بالظبط يعني it's about them. يس يعني دي نقطه مهمه جدا. طيب عايز اتكلم بقى على لحظات الضعف والانكسارات والتحديات والكلام الكبير ده. انا عارف ان وانت عندك 15 سنه تعرضتي لاصابه جامده جدا، ايه اللي حصل وتعاملتي معاها ازاي؟ انا فعلا مش يعني وانا عندي 14 او 15 جات لي الاصابه في ركبتي، وللاسف انا كنت ساعتها برضه كنت اعتبر لسه صغيره وما كنتش فاهمه قوي ان انا يعني ايه ممكن ما اروحش بطوله عشان عندي اصابه. كان دايما اصاباتي كلها اوكي هقعد اسبوع اسبوعين وخلاص عادي هرجع اتمرن تاني واسافر ومفيش اي مشكله. ففي الوقت ده كان عندنا احنا بيبقى عندنا بطولتين مهمين في السنه، في اخر 12 وفي شهر 7 دول في الجونيورز. فكان فاضل شهر او شهرين على البطوله ديت، وجات لي ركبتي وجعتني، فروحت عملت MRI، رحت للدكتور
اول حاجه قالها لي انت محتاجه تبطلي رياضه خالص، ما تلعبيش سكواش تاني ولا اي رياضه خالص والله. فهو نزلت من عنده يعني ايه ما العبش رياضه تاني يعني خلاص كده. فطبعا بالنسبه لي كنت انهارت بقى يعني ايه ومفيش بطوله، وده كان اول حاجه بالنسبه لي. فالموضوع كان صعب ان انا اتحمله او اتقبله بالظبط في الاول. فللاسف اضطريت ان انا اسافر واسال دكاتره بره، وسافرت المانيا فقالوا لي ان انا محتاجه اعمل عمليه، وعملتها على طول فعلا في شهر 1 ورجعت العب تاني في شهر 7 عادي. قال لي مفيش اي مشكله. هل وانت راجعه بعد 6 شهور كان عندك شك هعرف ابقى كويسه تاني؟ طبعا. اي اصابه يعني دي من الحاجات الصعبه برضو الاصابات، لان انت لما بتقعد فتره طويله قوي انت مش عارف لما هترجع هتبقى عامل ازاي. احساس الماتش والبطوله بقالك كتير قوي ما عدتش عليه، فلما هتخش على بطوله على طول ده هتبقى عامل ازاي؟ الناس، الجمهور، الملعب، احساس كل ده بيبقى صعب يعني. بالظبط. دينا عايز اتكلم برضو معاكي على اصعب اللحظات من خساره، من توقعات. انا عارف انك روحتي الاولمبيكس، ايه في وجهه نظرك اكبر لحظه ضعف حسيتي فيه بتقل القصه قوي؟ من ضمن البطولات اللي كانت صعبه بالنسبه لي، بس هي من احسن البطولات اللي انا كسبتها اكشلي في الاخر يعني الحمد لله، كانت الاول افريكان جيمز 2015 اللي هي دوره الالعاب الافريقيه المؤهله لريو دي جانيرو 2016. لان احنا بنلعب في الاول افريكان جيمز دي 4 ايفنتس، فرق ودبل ميكس وفردي، والفردي هو المؤهل للاولمبيكس. فعلى بال ما بوصل للتصفيات بتاعه الفردي اللي هي مؤهله للحاجه الكبيره المهمه بالنسبه لي، بكون لعبت فرق ودبل ميكس، وكلهم ايفنتس كانوا صعبه عندنا ساعتها. فكنت انا خلاص اوريدي يعني مرهقه جدا، بلس بقى ان جت القرعه صعبه جدا. في 2 صينيات مجنسات للكونغو، فهم الصينيين عندنا جامدين في البينج بونج، والاثنين وقعوا في سكتي. واحده منهم وقعت معايا في الاول خالص، فلو انا عادي جدا كان ممكن اخسر منها وما بقاش في الاولمبيكس بتاعت 2016. فدي كانت من ضمن البطولات اللي انا فاكراها، كانت فعلا الطريق لحد ما وصلت كان فعلا صعب وطويل. فانا لما اخدتها كانت بالنسبه لي دي من اكتر البطولات اللي انا لحد دلوقتي عمري ما هنساها، عشان هي كانت صعبه، فببقى فرحانه بيها يعني. انا عارف ان فكره الصحه النفسيه عندك من الحاجات المهمه ومهتمه بيها، وعندك سبيشالست في ده، فعايزك تكلميني عن اهميه السبورت سيستم ده بالشكل ده في حياتك. هي طبعا الحته دي انا بشوفها مهمه جدا لكل الرياضيين، يعني هي زيها زي التكنيكال بارت في كل رياضه، او زيها زي الفتنس. بحس ان ده اللي بيفرق اللعيبه بقى كمان الهاي ليفل اللي هم في التوب 20 والتوب 10 عندنا في البينج بونج عن بقيه الناس، ان هم كل البوينتس بالنسبه لهم طول الماتش هم نفس الحاجه، مهما كان البريشر عليهم في اخر الجيم بيلعبوا بنفس الطريقه. ده اللي بيفرق فعلا. فانا فعلا اهتميت بالموضوع ده كتير قوي. عايزك تحكي عن موقف بعينه فعلا عرفتي تطلعي منه بالطريقه دي. انا كان بقالي سنين كتير، يمكن 10 سنين باخد بطوله افريقيا الحمد لله سيدات. وبعدين جه اول افريكان ايفنت اخسره كان 2021، خسرت في السيمي فاينل وخسرت التايتل. بعد كده كان عندنا الافريكان كاب 2022، وبرضو انا اخدت الافريكان كاب ده تقريبا 8 مرات، منهم 6 أو 7 كونسيكتيف. كنت دومينيتنج الحته دي اللي هي الافريكان ايفنتس. فزي برضو ما نور قالت في الاول ان هو بيبقى صعب انك كل مره اكسبكتد ان انت اللي تكسب. فخسرت الافريكان ايفنت اللي هو الاولاني بتاع سبتمبر، وبعد كده خسرت كمان الافريكان كاب برضو في السيمي فاينل. فده كان موقف صعب بالنسبه لي، انها تيجي مش بس مرتين ورا بعض. ده كان من ضمن المواقف الصعبه. اتصرفتي معاه ازاي؟ بص فعلا ساعتها انا فاكره ان غير الحته المنتل اللي هو ساعدني جدا، المنتل كوتش بتاعي في الحته دي كان فعلا ساعدني كتير. الدايره اللي حواليا، الفاميلي، الكلوز سيركل اللي حواليا ساعدوني جدا، كانوا فيري فيري سبورتيف. احنا معاكي، كل اللي احنا نقدر نعمله هنعمله عشان ان شاء الله نعدي الفتره دي. وفعلا الحمد لله بقى في سبتمبر 2022 قدرت اكسب في السيمي فاينل في الفاينل واخدت التايتل. انت برضو عندك يا فريده قصه مشابهه في طوكيو 2020 كان متعلق عليكي امال كبيره جدا، والناس كلها فريده وهتروح تمثل مصر وهتكسر الدنيا وترجع لنا بالذهبيه من الاولمبيكس، وما توفقتيش قوي. عايزك تحكي لي عن التجربه دي. هو بصراحه الاول كان الاولمبياد في 2020 وبعدين بعد كورونا وانها اتاجلت كل حاجه اتشقلبت. منتلي حسيت ان انا لسه لازم
يعني اكيد المشوار بتاع الاولمبياد مش سهل طبعا. يعني غير اي مشوار بطولة عالم اي حاجه قصة تانية. تانية خالص. اولمبياد دي اعلى بطوله في السباحه، بشوف برضه في الرياضات التانية. فتحس انها يعني زودت بريشر عليا، زودت اكسبكتيشن عليا. منتلي انا كنت حاسه ان انا كنت خلاص جبت اخري بصراحه. وانا كنت في امريكا فكنت قعدت سنه زياده، وبصراحه كنت المكان اللي انا فيه مش ألذ حاجه يعني. كان اللي هو سباحه سباحه سباحه، فمنتلي انت 24 ساعه سباحه. وحاسه ان انا منتلي مش قادره، عارفه اللي هو لما تكون انا جايبه اخري فاللي هو عايزه اتنفس ومش عارفه. يعني طوكيو زي ما كنت بقول انه مكسب وخساره الرياضه عامه. بس قصدي لو انت رايحه بالمنتاليتي دي شويه، انت مش متوقعه انك تكسبي. يعني انا كنت بجد احسن تمرين عملته في حياتي فيزيكلي. منتلي برضه كنت بعمل مع مدرب سايكولوجيست وبجد كنت جاهزه، بس تحس ان انا من جوايا معرفش، كنت حاسه ان انا مش قادره خلاص. اللي هو عماله اقول خلاص فاضل شهر، خلاص فاضل اسبوعين، فاضل اسبوع، مش قادره خالص. وبصراحه يعني النتيجه ما كنتش مبسوطه بيها خالص. يعني انا اكيد كفريده كنت عامله المستحيل علشان اوصل لاحسن حالاتي في الاولمبياد. فاكيد لما اعمل وحش انا كفريده زعلانه. فطبعا بقى السوشيال ميديا لذيذ جدا. بصراحه يعني دي كانت اكتر فتره صعبه بالنسبه لي. هم عشان الناس دايما متوقعه في السباحه المصريه يبقى فريده. بس هو في سباحين تانيين كتير ممكن يساعدوني. بس عشان انا عملت وحش فخلاص السباحه المصريه باظت. بس دي حته بريشر. طبعا كانت فتره صعبه. فكرتي تسيبي السباحه؟ بصراحه فعلا حسيت ان انا بعد كل الانجازات دي ركزوا بس على الحاجه وحشه، فين الحاجات الحلوه اللي قبل كده. وقفت سوشيال ميديا بقى 6 شهور 7 شهور. وبصراحه بعد طوكيو بقى قررت ان انا اقعد في مصر. يعني حسيت منتلي انا لازم اكون اراوند محتاجه العيله ومحتاجه الناس يعني واصحابي، وهو ده اللي بجد اللي طلعني فيها. وكان عندي بقى بطولة عالم بعديها بسنه. حسيت انا خلاص مع عيلتي اصحابي كومفورت زون. انا محتاجه الوقت ده منتلي ان انا اكون حوالين اصحابي وعيلتي. وفي نفس الوقت التمرين بقى طبعا جالي زي فاير كده جوايا. الناس اوريدي شايفاني وحشه، فخلاص بقى دي حاجه ليا انا بالنسبه لي، انا هوريهم. وبطولة عالم بقى اللي جايه بجد الحمد لله جالي احسن بيرفورمانس، وعملت حتى يعني رقمين يعني افريقيه جداد. مش حاجه سهله خالص. بس زي ما نقول الناس والاصحاب والعيله والخساره برضو بتعلم حاجات كتير قوي. والحمد لله ديفرنس في الاخر. نور قلتي لي من شويه على فكره ان انت عمرك ما كان عندك ثيرابيست او منتل كوتش او كده. يعني الحته دي بتتعاملي معاها ازاي لو ما عندكيش منتل كوتش؟ احنا برضو انا بحس ان احنا في مصر احنا برضو فكره ان يبقى حد منتلي كويس او ما عندوش اي مشكله، احنا ما كناش بالذات كرياضيين ما كناش فاهمينها قوي، او ما كانتش حاجه المفروض تبقى موجوده. احنا دايما نتمرن كويس وكل كويس وهتبقى هننزل من الماتش هتعمل كويس. فحته انك تبقى منتلي جاهز او تعمل ايه ديت اعتقد جديدة. حاجه جديده طبعا. انا كنور عمري ما عديت ان انا اروح لحد. ممكن عشان انا كان بابايا دايما كان بيوفر لي الحته ديت، فما كنتش بحتاج ان انا اروح لحد. انا فعلا انا مش شخص اكسبرسيف قوي، مش بتكلم كتير قوي وبتاخد المعلومه مني بصعوبه. فعشان تلاقي الشخص اللي يعرف يطلع مني الكلام فلازم حد ابقى فعلا مستريح له جدا يعني، وهيتعذب برضه عشان ياخد المعلومه اللي هو عايزها يعني. انا عارف انك معاكي كوتش دلوقتي اسمه جريجوري بوتيه، وبرضه لعب دور وفرق معاكي في الفتره الاخرانيه. هل برضه ساعدك في الحته دي شويه؟ يعني بيحاول برضه. بس هو انا معايا التيم بتاعي كله. انا يعني معايا بقالي اكتر من 5 سنين او 6 سنين، غير الفتنس كوتش مثلا بقالي اكتر من 10 سنين. انا لسه شغاله معاهم وشغالين مع بعض، بس كلنا كنا محتاجين حاجه مختلفه لان كل فتره بتتغير. انا بتغير، اللعبه نفسها بتتغير، اللعيبه اللي بلعب معاهم بيتغيروا. اللعبه نفسها بتتغير كمان، بالذات في السكواش. اللعبه بقت مودرن ومختلفه واسرع جدا، مختلفه تماما عن ساعه ما انت ابتديتي. مختلف تماما يعني. انا ببقى فيزيكلي اكتر من سكواش يعني، ومنتلي اكتر من سكواش. فهي بقت سيركل، فكل شويه محتاج تغير حاجه، محتاج تشوف ايه اللي بيحصل حواليك وتحاول تأدابت لعبك وتمرينك وتشوف ايه المختلف عشان تعرف تتحسن يعني. صح.
ايه اللي محتاجينه في الوقت الحالي من كل الناس اللي حواليكم، من اهلك، من الجهاز الرياضه، من الوسط الرياضي بالكامل، من الدوله، من المشجعين؟ ايه نوع الدعم اللي محتاجاه من الناس اللي حواليكي؟ هو بصراحة أنا شايفة إن الفترة اللي فاتت الرياضات الفردية يعني جالها اهتمام أكتر بكتير، الدعم أكتر بكتير. أنا مثلا ممكن أقول للناس إن الأولمبياد جاية فبالراحة كلنا والله بنتعب وبنتمرن وبنعمل اللي علينا، بس في الآخر ربنا هو اللي بيقرر إيه اللي هيحصل. مستعدة للأولمبياد؟ إن شاء الله. يعني الأول عندي بطولة عالم في الشهر 7 ده في اليابان، وبعدين بقى باريس ان شاء الله 2024. مستعده ولا لسه بتستعدي ولا عايز تعملي ايه؟ لا على طول مستعدين من اول دلوقتي. يعني هنزل بقى بطولات كتيره قوي عشان احاول اتاهل لباريس ان شاء الله وبس. طيب هسأل برضو فريدة، وجودك في شركة زي تايم اوت سبورتس، أنا عارف إن أنتوا الثلاثة جزء من هذه الشركة، منظومة الرياضة بتتغير، إن يبقى في حد بيمانج وحد بيسابورت وبيساعدك تبقي رياضية محترفة بشكل أقوى وأكبر. ده مأثر عليكي إزاي؟ هو طبعا يعني مأثر جامد بطريقة إيجابية أكيد. أنا تايم اوت كنت أول واحدة معاهم فعلا. كان في 2017 وكان حد يعني تامر هو اللي ماسك تايم اوت كان بيقول إن عمره ما اشتغل مع حد غير في الكورة، فما يروح السباحة دي كانت يعني سكة جديدة خالص. فبصراحة احنا حاسة إن احنا كتايم اوت واحنا الثلاثة يعني نقلنا الفكر إن الرياضة الفردية محتاجة اهتمام. محتاجة دعم. وبصراحة من غير مساعدة تايم اوت ما كناش هنعرف. طيب تعالوا نتكلم على المستقبل واللي جاي والحتة اللي انتوا واقفين فيها النهاردة. هل حاسين ان انتوا وصلتوا للحتة اللي انتوا كنتوا بتتمنوها في اول الطريق؟ ابتدي بفريدة. دايما البيك في السباحة بيكون 18 20 22 فانا دلوقتي 28 فانا مكمله لسه بس انا الحمد لله مبسوطه بالانجازات، وحسيت ان انا حتى غير الانجازات وكل ده كفريده الشخصيه انا الحمد لله مبسوطه. دينا؟ انا برضو الحمد لله حاسه ان انا يعني ساتيسفايد جدا، راضيه باللي انا وصلت له. انا بالنسبه لي من وانا صغيره كنت دايما بشوفها خطوه خطوه، يعني ما كنتش محدده من وانا صغيره ان انا عايزه ابقى مثلا بطله عالم او بطله اولمبياد او بطله حتى افريقيا، ما كنتش شايفاها كده. انا كنت عايزه اخد بطوله القاهره في الاول وبعد كده بطوله، فعلا هي جت معايا ستيب باي ستيب لحد دلوقتي. يعني انا دلوقتي برضو انا في 26 على العالم. الخطوه الجايه انا بفكر نفسي ابقى في التوب 20 بس. اوكي. نور حاسه بكده برضو؟ انا ممكن الموضوع مختلف اكتر شويه منهم، لان هو في فريده في دينا في كل لعبه احنا سكواش كتير قوي كويسين، فعشان تبقى ناجح او كويس ما بينهم كل صعب. الناس اللي كويسه فحاجه صعبه طبعا. برضو اعتبر خلاص من الناس اللي بقت كبيره موجوده، بس مبسوطه جدا. مش مصدق انت بقيتي الناس الكبيره. انا نفسي لسه انا بجد قعدت فتره كتيره قوي عشان استوعب النقله دي اللي انا بقيت اكبر واحده موجوده. الموضوع كان صعب طبعا. يعني عليا، فمبسوطه طبعا جدا. ما كنتش اتخيل ان انا ممكن ابقى اعمل كل ده بس يعني الحمد لله انه ممكن لسه شويه كمان قدامي. فاتمنى. عينك على ايه؟ طبعا انا برضو باخدها زي دي ستيب باي ستيب. عمري ما كنت باصه ان انا ابقى اكسب 6 بطولات عالم، كنت ببص اكسب واحده بس. فدلوقتي انا كسبت 6 بطولات عالم. نفسي اكيد اكسب اكتر من كده. احنا عندنا الريكورد 8، فنفسي احاول ان انا عايزه تخطي نيكول ديفيد ان شاء الله. هحاول ان شاء الله. هو فكره ان كل ستيب انت بتقول انا نفسي اوصل لهنا، وتحس ان هو ده كان كل هدفك ان انت نفسك توصل له، واول ما بتوصل له بيتغير هذا تلاقي نفسك ان في حاجات تانية عايز تحققها. يعني عايز تبقي احسن واحده لعبه سكواش في تاريخ لعبه سكواش؟ نفسي اكيد. اكيد. بعيده عن الحلم ده ولا ممكن تحققيه؟ يعني I believe ان شاء الله ما بقاش بعيده، او يعني انا واثقه في نفسي ان انا ان شاء الله احاول ان انا احقق ده. يعني دينا، كلمه الاعتزال كلمه كبيره قوي في حياه بطل او لاعب رياضه كبير، بتفكري في الكلمه دي؟ يعني بصراحه بدات افكر في ايه اللي ممكن يجي بعد كده، عشان حاسه انها هتبقى صعبه قوي بالنسبه لي. حاجه بقالي دلوقتي قد ايه من وانا عندي 7 سنين لدلوقتي 28 سنه بلعب اللعبه دي ومش بعمل اي حاجه تقريبا غيرها. فحاسه ان النقله هتكون صعبه قوي، بس الواحد لازم يبدا سنه يجهز نفسه عشان ما تبقاش تغيير كبير مفاجئ
فبدات افكر كده في كام حاجه ممكن اعملها بعد ما اخلص. بعد ما حاجه ليها علاقه بالبينج بونج ولا مالهاش علاقه بالبينج بونج؟ ممكن يعني مثلا في حاجه منهم اكاديمي بينج بونج، ان انا افتح اكاديمي. بس الاعتزال ده ممكن يجي كمان سنه ولا بتتكلمي كمان 5 سنين ولا؟ انا نفسي يبقى كتير اكتر شوية. يعني 5 سنين او اكتر، لان انا بحب الرياضه جدا وخلاص اتعودت ان انا اكون على طول اكتف وبلعب، والكومبيتيشن از لعيب بتبقى حلوه طبعا. يعني، فنفسي ان انا اكمل اطول فتره ممكنه يعني. هسال نور السؤال ده، انت لسه عندك احلام وعايزه تبقي في حته تانية خالص، كلمه الاعتزال بالذات ان انت كان عندك تجربه اعتزال قريبه من حد قريب منك جدا، رنيم الوليلي، وشفت البوست اللي انت كنت كاتباه وعارف علاقتكم قريبه جدا من بعض ازاي، وشفتي كل حاجه في اعتزال رنيم. الموضوع ده اثر فيكي ازاي؟ بتشوفي الاعتزال ازاي؟ انا بحسها كلمه صعبه قوي وكلمه كبيره قوي، وحاسه ان انا مش هعرف اعملها او مش متخيله نفسي بعملها. فانا يعني فعلا الموضوع كان بالنسبه لي لما رنيمه اعتزلت كان كبير قوي، لان احنا يعني كومبيتيتورز، يعني مش طبيعي ان ده يبقى احساس، بس طبعا. احنا كنا قريبين جدا وكنا حتى بنلعب فاينلز مع بعض وعادي وقاعدين في اوضه واحده ونسافر مع بعض وكل حاجه. فالموضوع فعلا كان مؤثر فيا. انا شايفاه جاي بس حاسه ان هو مش عايزاه يجي من رنيم. فحاولت احط نفسي مكانها بس ما عرفتش صراحه. انا حاسه ان الموضوع هيبقى احساس اكتر. وانا دايما بقول ان انا لو في لحظه حسيت ان انا مش ببقى مبسوطه او بعمل حاجه وانا مش مرتاحه او مبسوطه، فهحس ان هو خلاص. فانا حاسه ان انا سايباها للحظه اللي انا هحس فيها ان انا مش قادره اعمل ده اكتر من كده يعني. لو هتقدري تعملي حاجه واحده تفيدي بيها السباحات المصريات اللي هيجوا من بعد كده، عشان تيجي واحده تعلي على فريده عثمان وتبقى احسن منها، هتعملي ايه عشان تطلعي سباحات احسن من فريده عثمان؟ هو انا بصراحه يعني فتره امريكا دي اتعلمت حاجات كتير قوي عن نفسي وعلى السباحه عامه. فانا كل حاجه اتعلمتها بصراحه عايزه، كنت برضه افكر اعمل اكاديمي، ان انا يعني افتح اكاديمي ان شاء الله، اعلم كل السباحين الصغيرين كل حاجه اتعلمتها انا على كبر. فاما يكون عندهم الريسورسز، الدعم، السبورت، السباحه غير التمرين، حاجات كتير قوي اعلمهم وهم صغيرين، ده هيفرق قوي. يعني احنا بصراحه في مصر احنا بيجيلنا الاهتمام بعد ما نجيب الانجازات، احنا بنكون مسينا المشوار كله لوحدنا، وفي الاخر بيجيلنا الاهتمام والدعم. بس انا بصراحه كل حاجه اتعلمتها حسيت ان انا لو كان جالي كل ده من وانا صغيره كنا ممكن نطلع فريده واكتر بكتير، ويعني سباحات تانية كتير قوي. عشان احنا في السباحه في مصر بالذات بنوصل سن معين وبعدين بنبطل، بنختار يا اما الجامعه يا اما الرياضه. فبصراحه انا شايفه انه حرام، يعني احنا ممكن نعمل الاثنين، ممكن نبقى كويسين في الاثنين. فكل الحاجات دي بصراحه انا عايزه اعلمهم للبنات والولاد حتى الصغيرين من هم صغيرين يعني يبتدوا مشوار كده. فكري في الاعتزال ولا لسه؟ بصراحه نوصل للفريق، نخلص بس فريق وبعد كده نشوف. اسالكم اخر سؤال للبنت اللي عندها 10 سنين وبتتفرج عليكم وشايفاكم قدوه ومثل اعلى، هتقولي لها ايه لو هي ابتدت تبقى كويسه في رياضه معينه ولسه في بدايه المشوار وعايزه تبقى بطله في يوم من الايام؟ هقول لها انها عمرها ما تيأس، يعني مهما حصل لو هي حابه اللي هي بتعمله تكمل، وان كده كده التعب لازم بيبقى فيه نتيجه في الاخر، حتى لو نتيجتي اتاخرت شويه فلازم الواحد برضو يصبر شويه. بس انا دايما بحس انها رول اللي فعلا بيحط الافورت صح بيلاقي نتيجه في الاخر. ده حقيقي. فريده؟ أنا بصراحة شايفة إن لازم نشجع البنات أو الناس يعني إن هم يكونوا عندهم ثقة في نفسهم. دايما الرياضة فيها دوشة كتيرة قوي حوالينها، فدايما لو أنت عندك ثقة في نفسك وبتتمرني وبتعملي اللي عليكي وماشية في طريقك، يعني بجد كل حاجة ممكن تحلمي بيها أو تتخيلي ممكن هتحصل. نور؟ انا شايفه برضه ان لازم يبقى اهم حاجه يبقى عندها ثقه في نفسها وعندها هدف وان هي توصل له، واهم حاجه تبقى مبسوطه باللي هي بتعمله. حاسه لو حد بيعمل حاجه وهو مبسوط هيقدر يعمل فيها احسن حاجه. صح. فبس هي الثقه والصبر ويبقى مبسوط. بشكركم، انا فخور وانتوا نموذج مشرف للبنات في مصر ولكل حاجه عملتوها. والنهارده لما قعدنا معاكم وعرفناكم اكتر واتكلمنا معاكم حقيقي نموذج مشرف. اتمنى الناس اللي بتتفرج علينا تشوفكم فعلا
يمكن ما كانتش عارفه قصص كتير عنكم، وبرضه الاهتمام بالرياضات الفرديه بيبقى مختلف. فعملت الحلقه دي عشان الناس تشوف نماذج حقيقيه مشرفه. بشكركم جدا واتمنى لكم التوفيق، ميرسي. واتمنى تبقى الناس اللي اتفرجت علينا مبسوطه وشافت نماذج حقيقيه مشرفه، وكان عندهم حيطان كتير وقابلتهم مشاكل وعقبات كتير. انتوا الناس اللي بتتفرج علينا، ايه الحيطان بتاعتكم وهتتخطوها ازاي؟